السلام عليكم طلاب الصف الثالث الثانوي. معاكم مسيو جميل أحمد. إن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض كورس التأسيس والحصة رقم 3. إحنا الحصة اللي فاتت كنا شفنا مع بعض إزاي بنصرف أفعال المجموعة الأولى في المضارع. المفروض إن أنت ذاكرت الحصة كويس وحليت الأسئلة اللي عليها. فدلوقتي يا بطل وقف الفيديو وصرف الفعل ده اللي هو لافي. لافي بمعنى يغسل. وقف الفيديو وصرفه. تمام؟ لو انت بقى دلوقتي صرفته بالشكل ده اللي هو جو لاف بالشكل ده والفعل صح فتمام، كمل الفيديو. لو انت عندك مشكلة في اي جزئية فيهم حاول ترجع للحصة اللي فاتت وتذاكرها الاول كويس، لان الحصة دي تكملة للحصة اللي فاتت عشان ما يحصلكش لخبطة. اتفقنا؟ تمام. طيب دي اللي هي تصريف افعال المجموعة الاولى، وقلنا ان احنا بنشيل اغ ونزود النهايات. المفروض ان احنا حافظين النهايات دي كويس. فالنهارده ان شاء الله هنشوف مع بعض ملاحظات المجموعه الاولى. الملاحظات دي ان انا بعمل نفس الكلام اللي فات ده، ان انا بشيل اغ واحط النهايات، بس بعمل خطوه زياده. الخطوه دي بعملها في حاله معينه لو في الفعل. يعني ايه عشان نفهم اكتر؟ لو انا عندي الفعل منتهي بالجي او اغ بنزود بعد الجي مع النو. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو عندي فيرب زي ده مونجي، هلاقي مونجي اخو جي او اغ، فده فعل مجموعه اولى. هشيل او اغ واحط النهايات اللي انا حافظها عادي مع الفاعل مفيش اي مشكله. بس هعمل خطوه زياده، اني مع النو هنحط او ان اس، هنزود كمان قبل الاو ان اس دي حرف الاو. دي بس الخطوه الزياده اللي هعملها. يبقى انا ببساطه لو عندي الفعل منتهي بالجي او اغ هشيل او اغ واحط النهايات عادي، بس مع النو هزود او زياده بعد الجي. اتفقنا؟ طب لو حد سأل ايه السبب؟ السبب ببساطة عشان النطق، عشان الجي هنا تتنطق جي ما تتنطقش جي. ما علينا، انت لا تعرفوا ان لو عندي الفعل منتهي بالجي او اغ ازود مع النو حرف زيادة بعد الجي، بس كده. ودي يا شباب مجموعة من الافعال كلها منتهية بالجي او اغ، فالافعال دي خد بالي وانا بصرفها ان انا بزود مع النو حرف الاو زيادة. اتفقنا؟ دي اول ملاحظة معانا. الملاحظة الثانية ان الافعال اللي بتنتهي بالسي او ار بنقلب السي الى سي سي دي كمان مع النو بس. زي فعل مثلا كومونسي هلاقيه منتهي بالسي او ار، فده فعل مجموعة اولى. هشيل الاو ار وازود النهايات عادي زي ما احنا اتعودنا من الحصة اللي فاتت، بس بالاضافة للخطوة دي اني مع النو هزود سيدي في السي. يعني السي هنا كانت عادية هزود لها السيدي، وده عشان تتنطق اس، تدينا الساوند اس. تمام؟ فهنا ببساطة بقت جو كومونس، tu commences, il commence, nous commençons, vous commencez, il commence. هتلاقي ان انا شلت لو اغ وحطيت النهايات عادي، بس مع النو زودت سيدي هنا، فدي اخد بالي منها. ودي برضو عندي الافعال اللي هي بتنتهي بالسي او ار، باخد بالي من الافعال دي لما اجي اصرفها ان انا ازود سيدي مع النو، وبقول بس مع النو. يبقى انا بزود او بعد الجي مع النو بس، بزود للسي سيدي مع النو بس، اخد بالي عشان في طلبه بيقوموا الحين عاملينها مع كله فيقوموا ملخبطين. دي اول ملاحظتين معانا. طب بالنسبه لبقيه الملاحظات، ملاحظه رقم 3، الافعال اللي بتنتهي بالاجريك او ار تقلب الاجريك الى اي مع كل الضمائر ما عدا النو والفو. يعني دي بقى القاعده دي بطبقها على كله ما عدا النو والفو. اللي فاتوا كانوا بيطبقوا على النو ما عدا الباقي، دي بقى بتطبق على كله ما عدا النو والفو. نشوف مثال عشان نفهم. فعل زي انفويي هلاقيه منتهي بالاو ار، فشيل او ار واحط النهايات اللي احنا حافظينها من الحصه اللي فاتت عادي. بس بالاضافه للخطوه دي هلاقي عندي اجريك قبل الاو ار، فالاجريك دي احولها لاي مع كل البخنو مع كل الضمائر مع كل الفاعل ما عدا النو والفو. مع النو والفو تفضل اجريك زي ما هي. يعني هنا قلت جون فوا، تيون فوا، il انفوا، il وال زونفوا، هتلاقي هنا في كله اتحولت لاي. انما مع النو فضلت اجريك زي ما هي، قلت نو زونفويون فو زونفويي. اتفقنا؟ ودي امثله على الافعال المنتهيه بالاجريك او ار. فانا ببساطه لو عندي فعل منتهي بالاجريك او ار لما اجي اصرفه بقلب الاجريك لاي مع كله ما عدا النو والفو. طيب لو الفعل بقى منتهي با اجريك او ار، يعني الاجريك او ار دي كان قبلها في الحاله دي ممكن اقلب الاجريك لاي مع كل الضمائر ما عدا النو والفو، يعني اعملها زي اللي فوق ديت، او ان انا اسيبها زي ما هي اجريك. يعني لو الاجريك قبلها ممكن اقلبها او ما اقلبهاش بمزاجي. زي مثلا فعل زي ده بلايي،
هلاقيه منتهي بالA YOR، يعني الY قبلها A، فأنا هشيل OR وأحط النهايات عادي زي ما اتعودنا، والY عشان قبلها A ممكن أقلب الY لE وإن أنا أسيبها Y زي ما هي زي ما أنا عايز. يعني أقول مثلا جو باليه أو باليه بنفس الكلام كده. يعني مثلا هنا تفضل Y أو إن أنا أحولها لإي كده، ونفس الكلام مع كل الضمائر ما عدا النو والفو. مع النو والفو زي ما اتفقنا أساسا ما بتتحولش، تفضل Y زي ما هي. اتفقنا؟ ودي برضو أمثلة على الأفعال المنتهية بالA YOR. ببساطة لو عندي الفعل آخره YOR بقلب الY لإي مع كل الضمائر ما عدا النو والفو. طب الY دي قبلها ممكن أقلبها أو ممكن ما أقلبهاش، أسيبها Y زي ما هي. دي بالنسبة لملاحظة رقم 4. بعد كده عندنا الأربع أفعال دولت: acheter lever préférer protéger. هلاحظ إن الأو اللي ملونة بالأحمر ديت إن هي بتتقلب لأو عليها أكسون جراف ما عدا مع النو والفو. يعني هنا هلاقي في acheter ده فعل مجموعة أولى، فشيل OR وحط النهايات اللي أنا حافظها مع الجي أو مع TOS وهكذا زي ما أنا حافظ. بس عندي الأو ديت، الأو دي هقلبها لأو عليها أكسون بالشكل ده مع كل الضمائر ما عدا النو والفو. يعني لو انت لاحظت هتلاقي مع الجو قلبتها الاو عليها اكسون، والتي والال والال والاو والإلى فيكاس والإلى فيكاس. مع النو والفو فضلت او عاديه زي اللي موجوده في الانفينيتيف في المصدر. نفس الكلام هنا مع لوفي، الاو اتحولت لاو اكسون جراف مع كل الضمائر ما عدا النو والفو فضلت زي ما هي او. وهنا بريفيري، بريفيري هلاحظ اساسا ان هي الاو عليها اكسون بس اكسون تيجي، فانا الاو دي هقلبها للناحيه الثانيه مع كله ما عدا النو والفو هتفضل زي ما هي زي الموجوده في المصدر اللي هي او عليها اكسون تيجي. ماشي. ونفس الكلام هنا مع بروتيجي، قلبت الاو الاكسون الناحيه الثانيه مع كله ما عدا النو والفو فضلت زي ما هي. واخد بالي هنا بروتيجي منتهي بالجي او ار، فبالتالي اتفقنا الافعال منتهيه بالجي او ار ان انا بزود مع النو حرف الاو زياده بعد الجي، اربط الحاجات كلها مع بعض. اتفقنا يا شباب؟ برضو اخد بالي من جزئيه مهمه، في طلبه بيقوموا شايفين الفعل يقوموا رايحين قلبين الاو لاقصاه كده بالشكل ده وما يحذفوش النهايه ويحطوا النهايات، يعتبر كده غلط. في كل الحالات لازم ان انا بحذف الاو اخ واحط النهايات. تمام. انما الملاحظات دي ان انا بعمل خطوه زياده على الحاجات دي، ان انا هنا حولت الاو. في الحاجات اللي قبلها كنا مثلا بنزود سيداي، كنا بنزود او، الحاجات دي، بس دايما لازم النهايه تتحذف وحط النهايات على حسب الفاعل. ماشي يا شباب؟ الاربع افعال دولت بنحفظهم. بعد كده عندي فعل الي. فعل الي منتهي بالاو ار، المفروض ان هو يكون فعل مجموعه اولى، يعني انا اشيل الاو ار واحط النهايات اللي انا حافظها. بس الفعل ده ما بيتبعش القاعده دي، يعني ده فعل مجموعه ثالثه بيتحفظ. يعني ايه عشان نفهم؟ فعل الي اخو ار، المفروض ان انا اشيل او ار واحط مع الجي او والتي او اس والكلام ده، بس الكلام ده ما حصلش مع الفعل ده لان ده فعل مجموعه ثالثه. هو ده الفعل الوحيد اللي اخو ار وليه تصريف خاص بيه، فالتصريف ده بنحفظه. فبقول جو في، تي فا، il on va. هتلاحظ كل ما بنزل الفعل بيخس، فكده سهل الحفظ بتاعه. هنا nous allons، vous allez، il elle vont. طبعا aller بمعنى يذهب، يعني عايز اقول انا اذهب تبقى جو في، عايز اقول نحن نذهب nous allons، وهكذا. يبقى كده دي كل الملاحظات الخاصه بالمجموعه الاولى وهي كلها باختصار. ان لو عندي فعل اخو جي ار بزود او بعد الجي مع النو. لو الفعل اخو سي ار بزود سيدي مع للسي مع النو بس. لو الفعل اخو اجريك او ار بقلب الاجريك دي الاي مع كل الضمائر ما عدا النو والفو. ولو الاجريك دي قبلها ممكن انا اقلبها او ان انا اسيبها زي ما هي اجريك. طبعا مع النو والفو بتفضل اجريك دايما ما بتتحولش، سواء مسبوقه مش مسبوقه بالا او ان هي مسبوقه بالا، بل هي الاجريك مع النو والفو دايما ثابته ما بتتحولش لاي في كل الحالات. وقلنا الافعال دي بروتيجي بريفيري واشتي ولوفي ان الاو الملونه بالاحمر دي بنقلبها الاو عليها اكسون جراب بالشكل ده مع كل الضمائر ما عدا النو والفو. مع النو والفو بتفضل زي ما هي زي الموجوده في المصدر. وفعل اليه بنحفظه. دي كل الملاحظات الخاصه بالمجموعه الاولى. اتفقنا يا شباب؟ نيجي بعد كده على افعال المجموعه الثانيه في المضارع. ازاي اصرف افعال المجموعه الثانيه؟ ببساطه هنعمل نفس الخطوات اللي فاتت بس النهايات هتبقى مختلفه. يعني ايه؟ افعال المجموعه الثانيه عشان اصرفها في المضارع بنحذف نهايه المجموعه واللي هي الاي ار، وبعد كده بنزود النهايات. ايه هي النهايات بقى؟
مع الجو بزود اي اس، مع التي بزود اي اس، مع الايل والال والاو بزود اي تي، ومع النو بزود اي اس اس او ان اس، ومع الفو بنزود اي اس اس او زد، ومع الإيلافيكاس والإيلافيكاس بنزود اي اس اس او ان تي. يعني ببساطة مع الجي والتي بنحط اي اس، ومع الال والال والاو بنحط اي تي، مع النو والفو والإيلافيكاس والإيلافيكاس بنحط اي اس اس، وبعدين نحط نهايات المجموعة الأولى اللي احنا حافظينها. يعني مع النو حطيت الاي اس اس وبعدين حطيت او ان اس، ومع الفو حطيت الاي اس اس وبعدين نهاية المجموعة الأولى اللي هي الاو زد، ونفس الكلام مع الإيلافيكاس والإيلافيكاس اي اس اس وبعدين او ان تي اللي هي نهاية المجموعة الأولى. فيعني حفظهم بسيط وسهل. نشوف مثال عشان نفهم. فعل زي فينيغ، عايزين نصرفه. فينيغ بمعنى ينهي. عايز اقول بقى انا انهي انت تنهي والكلام ده اعمله ازاي في المضارع؟ زي ما اتفقنا هنحذف نهاية المجموعة اللي هي الاي ار ونبتدي نصرف الفعل مع الفاعل. تمام؟ هناخد الجزء اللي فاضل ونزود النهايات، تبقى جو فيني، تي فيني. هتلاحظ هنا خدت الجزء وحطيت مع الجو والتي حطيت اي اس، مع ال والال والاو قلت فيني، كلهم نفس النطق عامة، بس مع ال والال والاو حطيت اي تي. مع النو فينيسون حطيت اي اس اس او ان اس، والفو فو فينيسي حطيت اي اس اس وبعدين نهاية المجموعة الأولى اللي هي الاو زد. ونفس الكلام هنا مع الإيلافيكاس والإيلافيكاس، فينيس حطيت اللي هي الاي اس اس وبعدين نهاية المجموعة الأولى اللي هي الاو ان تي. يبقى أنا لو عندي فعل مجموعة تانية بصرفه بالشكل ده. اتفقنا يا شباب؟ طب احنا اتفقنا ان افعال المجموعة التانية افعال قليلة في المنهج، فهي دي ببساطة الافعال المجموعة التانية اللي عندي في المنهج كله في ال3 سنين. فان انا بحفظهم بحيث ان اي فعل من دولت الاقي اخوي اعرف ان ده فعل مجموعة تانية، ان انا بحذف النهاية بتاعته واحط النهايات اللي انا حافظها. اي فعل تاني بقى يقابلني منتهي بالاي غير دولت يبقى ده فعل مجموعة تالتة، وكده كده هلاقي التصريف بتاعه تحته فبضطر ان انا احفظه فاكون واخد بالي يعني ما تقلقش من الجزئية دي. بس اهم حاجه نحفظ دولت اللي هي افعال المجموعه الثانيه. هنشوف النطق بتاعهم مع بعض. finir, remplir, réussir, agir, se réunir, obéir à, choisir, punir, avertir, attirer, guérir, maigrir, jouir, ralentir, réfléchir. ان شاء الله هتلاقيهم برضه موجودين في الملزمه، ممكن تلاقي 3 أو 4 افعال زياده عليهم او حاجه، الموضوع بسيط يعني. يبقى ده كل حاجه خاصه بالمجموعه الثانيه. نيجي بقى على المجموعه الثالثه. احنا اتفقنا ان افعال المجموعه الثالثه دي افعال غير منتظمه، يعني ملهاش قاعده في التصريف، فاحنا بنحفظ الافعال. ففي البدايه لازم نحفظ ال3 افعال دول. اول فعل معانا وهو اتر. اتر بمعنى يكون، والتصريف بتاعه بيكون je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. يعني ايه الفعل غير منتظم؟ هو انت لاحظت هنا في اتر انا بقول je suis، انا اكون. لو جيت اقول تي هتلاقي تي، هتلاقي سوي او الاي ديت او عامه كله هتلاقيه مختلف تماما عن بعضه، مفهومش شبه من بعض، وكمان مختلفين عن اتر. يعني احنا في الافعال المجموعه الاولى والثانيه كان هو الفعل واحد بس كنت بغير النهايه بتاعته، انما هنا الفعل كله اتغير في الشكل. يعني اتر بقت سوي، بقت مع ال والال بقت اللي هي ايه بالشكل ده، وهكذا. فهمنا يعني ايه الفعل غير منتظم؟ فبالتالي بحفظ الافعال دي. ففعل اتر هنحفظه يبقى جو سوي، تي اي، il, elle, on est. هلاقي دي اسمها ايه ودي ايه، بس اخد بالي مع التي بتبقى او اس، انما مع دولت بتبقى او اس تي. اخد بالي من الجزئيه دي لانها بتلخبط ناس كتير. مع النو قلنا نو صوم، واخد بالي مع النو والفو اخرهم او اس. اتفقنا؟ والال والال بتبقى صوم. ده بالنسبه لاتر. تاني فعل معانا لازم نحفظه كويس وهو افوار بمعنى يملك او عنده. لازم برضه احفظ الفعل بالمعنى بتاعه لان المعنى مهم. فقول مثلا جي انا املك او انا عندي، تيا il elle on a، nous avons vous avez ils elles ont. اخد بالي هنا مع الجو عشان هنا حرف متحرك فالجو اتحولت لجي ابوستروف، ومع التي هنا بتبقى ا اس، انما مع دولت بتبقى ا. اخد بالي من دي عشان بتلخبط برضه ناس كتير وبتيجي في الامتحان دايما. فده فعل افوار بحفظه، جي تيا il elle on a،
nous avons, vous avez, ils, elles ont. ثالث فعل اللي هو venir. venir بمعنى يأتي. أقول je viens, tu viens, ils, elles, on vient, nous venons, vous venez, ils, elles viennent. وعشان اسهل عليك حفظ الفونير هتلاحظ ان احنا شلنا اخر حرفين دولت وحطينا اس تي. اس تي في المفرد. المفرد بيقصد بيه اللي هو الجو والتي والال والال والاو اللي هي ضمائر المفرد اللي هي انا انت هو هي، واللي هي الاو دي زي ال والال كده بتتصرف زيهم. فعامة انما النو والفو والالافيكاس والالافيكاس دي ضمائر الجمع، اني نحن انتم هم هن. طب بصرفه ازاي؟ في المفرد بشيل اخر حرفين واحط اس تي، وفي الجمع بحط نهايات المجموعه الاولى اللي احنا حافظينها مع النو والناس مع الفو وزد والالافيكاس والالافيكاس او ان تي. ماشي. وخطوه كمان ان انا بزود بعد الفي حرف الاي مع كل الضمائر ما عدا النو والفو. وحاجه ثالثه ان مع الالافيكاس والالافيكاس بزود ان زياده. فسواء حفظت الفعل بالورقه والقلم قعدت تكتبه وحفظته تمام، حفظته اللي هي بالشكل كده زي ما قلت لك ان احنا بنشيل اخر حرفين ونحط في المفرد اس تي والجمع نهايات الاولى ونزود اي بعد الفي مع كله ما عدا النو والفو ونزود ان زياده مع الالافيكاس والالافيكاس تمام. المهم يتحفظ كويس. فالثلاث افعال دول يا شباب هنحفظهم كويس. تمام. طب هتقولي طب بالنسبه لبقيه الافعال اللي هي خاصه بالمجموعه الثالثه، هديك ان شاء الله القاعده في الجزء الثاني من الحصه ديت بحيث تقدر تختار تصويف اي فعل حتى لو مش عارف معناه سواء مجموعه ثانيه او ثالثه. اتفقنا؟ يبقى ان شاء الله ده الجزء الاول من الحصه. خلاص نذاكره كويس، نعرف الملاحظات اللي هي موجوده على المجموعه الاولى، ونعرف تصويف افعال المجموعه الثانيه، ونحفظ الثلاث افعال دولت كويس. بالنسبه بقى لبقيه الافعال بتاعت المجموعه الثالثه هنشوف ازاي بنصرفها او ازاي بنختار الفعل الصح حتى لو احنا مش عارفين معنى الفعل في الجزء الثاني ان شاء الله. لازم تذاكر الجزء ده كويس عشان تفهم الجزء الجاي تمام. ما تنساش هتلاقي على الجزء ده اسئله في الملزمه حاول تحلها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.